صباح النور، يا صباح النشاط، يا صباح الحب لأحبتي. أنا لاباس الحمد لله، نسأل على حواكم إن شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية يا ربي. اليوم جيتكم فيديو ياسر مزيان، فيه روتين للحوض، فيه شوية تنظيمات للقضية متاعي وطريقة باش نسهل علينا برشا ونستغلوا الوقت. إن شاء الله ينفعكم فيديو اليوم. وقبل ما نبدو في الفيديو، ربي يحفظكم، محلاكم ومحلى محبتكم. الحقيقة فرحت على الآخر بدعم الأخت غادة، نقولها ربي يبارك فيك وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتك. والشيء هذا يبين ويبرهن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وانتم احبتي في الله، وكلامك مخللي مسؤوليه ان شاء الله نكون قدها يا ربي، ويدوم عشرتنا في الخير. ندخلوا في صلب الموضوع متاعنا وصلب الروتين متاعنا اللي هو قلت لكم في اول الفيديو. ان شاء الله باش نعمل معكم تنظيم تحت الحوض. واول حاجه باش نغسل المنظمات هذه اللي شريتهم، سوهم مناسب على الاخ، الحاصل عولت منهم اول شيء كمنظر مزيان، وزاد سومهم تحفة. عاولت منهم باش نستغلهم في برشا تنظيمات ان شاء الله باش نشاركهم معاكم في الفيديوهات الجاية. والحاجة المزيانة ريمش لازم تكون سم متاعها غالي، لا لهنا مسألة ذوق. وكما شفتوا اول حاجة عملتها غسلتهم وخليتهم يتشللوا، وجيت لهنا لتحت الحوض حاولت نفرغ كل حاجة موجودة فيه. ليا برشا امطفياته ونسياته، لكن اليوم بحكم منظمة دنيتي الكل حبيت نعمل له هو تنظيمة باهية، وبحكم شريت المنظمات قلت نستغلهم. بعد ما فرغت كل حاجة موجودة، جبت لهنا البرودوي ورشيت رشة باهية وخليته يتفاعل. بالنسبة لي أنا استعملت فورس إكسبريس، بصراحة ياسر يعجبني وينظف بالباهي بالباهي. واللي مش متوفر عنده ينجم يعمل خلطة، شوية خل، شوية ماء، ومنظف سائل يعني الماعون اللي هو بريل وإلا أي برودوي عندكم، وتعملوا كربوناتو هكاكا باش تكون الريزلتا خير. تخلوه دقايق يتفاعل البرودوي، ومن بعد تجيبوا أي فوشة عندكم وإلا حكاكة وتحكوا بالباهي بالباهي، فتكوني ينضاف على الآخر. نعمل لحكة باهية في القاعة متاعه، في هكا الجوان هذوكم متاع الحلقوم احنا نقولوا، حصل ندور عليه الكل، نعمل له تنظيفة وفي نفس الوقت نعقمه ونحاول نحي الحاجات المتراكمة لها فترة. ومن بعد نشيحه ونخليه لين يشيح، ونمشي أنا ننظم الحاجات اللي عندي. البنات حبيت نسألكم اللي عندها معلومة ما تبخلش عليا وتفيدني. شفتوا لي بواني هذيك مفاهم هيك الحديد هذيك ما نعرفش اللون متاعه صدد وتبدل، وعمل لي هيك كسيور في البيب متاع اللوح. ان شاء الله تثبتوا وتشوفوهم. على قد ما استعملت لهم برودويات حاجات هكا طبيعيه ما نفع حتى شيء، وزادك صحافي اللي نمسح فيهم توا حديد ما نعرفش اسكو هما الماتير متاعهم مش مزيان، عملوا هكا كيس جديد. مازال لي الحل الوحيد اني ندهنهم. ان شاء الله اللي عندها معلومه تفيدني وتخليها لي في الكومنتي، وربي يبارك فيكم الناس الكل. صي تقريبا تهنينا عليه، نظيف معقم، تريكناها كلها ممسوحة وكمنا من برا ومن داخل. وتوا جيت لك البرودويات والحاجات اللي عندي كلها، ومحضرة المنظمات صي تستقدروا بالباهي.
حاولت ننظمهم، وتصدقوني المنظمات هذه راهي تسهل علينا التنظيم والترتيب، خاصة في برشا حاجات نجمو نستعملوهم. بالنسبة للحاجة تجبدها تجيك سهلة وباينة، وحصل هيك اللجوج ممتع انك تلوجي على الحاجة، نتصور باش تنقص منها على الاخر. ومحلاها طول تتعدى تجبد الحاجة وانتي متهنية، لا تبقى تلوج لا تبقى تفرعس في اللي عندك الكل، على جال باش تجبد حاجة بسيطة. حاولت نوزع البرودويات اللي عندي في لي باني هذوما، حطيت هيك لاجاكس والبرودويات بتاع التنظيم، ومن بعد حطيت الليلة والجافيل وحدهم خاطر نستعملهم بريسك كل يوم، وحطيت في البانيه هذه حاجات على المدى البعيد مثل ما نستعملهمش كل يوم، وحطيت معاهم إساشي بوبيل هكاك. حسيت لي برودوي كلها واضحين وباينين. ولهنا عندي الحاجات هذوما زادا نستعملهم بعد فترة وفترة. ولهنا البروسة دونك شفتوني شاركت معاكم في برشا فيديوهات كيفاش ننظف بيهم ليطاش اللي تبدا في الزرابة والا اللي تبدا في الكنابي، وفي برشا حاجات صراحة صدقوني يسهلوا عليا على الاخر. ولهنا صيي كملت حطيت كل حاجة في بلاصتها، وجيت باش نرتبهم وننظمهم تحت الحوض. صدقوني بصراحة يسهلوا على الاخر الباني هذوما، والاستعمال متاعهم ساهل، اجبد هز حاجتك ومن بعد رجع بقل فوضى وبقل تكركي. وهذا بطبيعة الحاجات اللي تسهل علينا الحياة اليومية متاعنا وتخلينا منظمين وامورنا مريقلة. البارتي هذا كملت الحمد لله، تهنينا عليها، وباش نجي للجهة الاخرى نكملوها مع بعضنا. اكيد في كل دار فما حاجات زايدة كما ما نستعملهاش كل يوم ما عندنا ونحطوها، خاصة اللي يبدا ما عندوش بيتمونة هنا نحطوها في البارتي هذه نضاف. والحمد لله ان شاء الله نكون فدتكم حتى ولو كان بحاجة بسيطة وقليلة، وان شاء الله عجبكم الترتيب وتنظيم. وصدقوني استعملوا هالفكرة هذه متاع المنظمات وشوفها قديه تسهل عليكم وتخليكم مرتاحين على الاخر في قضيتكم، على اساس اني باش نغلف الارضيه اللي تحت الحوض، لكن قدر الله واني كي خرجت نقضي نسيت ما شريتش لي بابي. ان شاء الله فرصه اخرى نشريه وعلى القريب ان شاء الله باش هكاكا نضمن تبقى نظيفه، وحتى كي نبدا نجي ننظفها في البريود الجايه نلقى اقل اضرار. بالطريقه هذيك تدوم النظافه والترتيب اكثر وقت. وهي وقفة وكيف ما قلت لكم في أول الفيديو خرجت قضية الجمعة متاعي، قلت نشارككم تنظيم القضية ونستفادوا مع بعضنا وما نخرجوش من الحديث عن المنظمات قديش يسهلوا. بصراحة اختراع وياسر ياسر محلاهم، يسهلوا علينا التنظيم والترتيب ويسهلوا علينا حتى المعيشة. باهي البانيه هذيك جبتها كنت نستعمل فيها، خرجتها عملت لها مسحة ما تستاهلش اني باش نغسلها، رتبت فيها كل حاجة شريتها جديدة، بكويت مازالت مسكرة. ولهنا جيت جبت الحكيك هذوما متاعي حطيت فيهم الفارينة والسكر والرز، هما بصراحة الحجم متاعهم ياسر مزيان محلاهم، لكن في الاسباس ما يشدوش سباس باهي. هذه الحاجة اللي ما عجبتنيش فيهم. ان شاء الله ربي يسر ونشرو حاجات ما احلى وتكون براتيك اكثر. وننصحكم المونة متاعكم بالوقت نظموها هكاكا ما تبخلوش عليها وما ما تخلوهيش يعني فوق الكونتوار متاعكم والا فوق الطاولة هكاكا تبخلوا عليها وفي نفس الوقت تبقى الدار مفوضة. ولهنا جبت هيك سكر فاني ولا خميرة وتوا وقيت شوكولا شو للسهرياتنا، وبطبيعة الكربونات وهذيك حاجة أساسية في الدار معانا. نظمتهم ومحليه المنظم هذا يعجبني على الاخر، حطيت كل حاجه في بلاصتها وتوا نمشوا للبلاكار اللي فيه المونة. شفتوا لي باني هذا فيه الحاجات اللي هي شطار، وديما ننصحكم البنات كي تبدا عندكم هكا بيكم تاع مقارونه سكر اللي هو حاولوا انكم تسكروه
على الغاز انكم تحرقوا الباكو بشويه النار هكاك، تضغطوا انه الهواء ما يدخلوش، والا داك الشكيكل هذوكم نتاع الحوايج. اول حاجه تضمنوا انها الحاجه ما تتكب القمش، وفي نفس الوقت هنها ما تسوس القمش والا ما تنديش. تعرفوا الرطوبه البرد هذه والندوه والحاجات هذيك الكل تفسد لكم حتى المنى اللي عندكم. شويه اقتصاد وشويه هكا نظام في الحياه متاعنا. وبالنسبة للتنظيمات هذه البنات راني بعد ما نكمل روتيني اليومي نحاول ما نخلي حتى حاجة ورايا. أول حاجة باش ما نبقاش مشغوبة إنها فما حاجة مش منظمة في بقية الدار، وأفكاري ما تتشوشش، ونبدأ نقضي وأنا مرتاحة. كل يوم نخصص هكا ركن معين في الدار. اول حاجه ما نتعبش، وثاني حاجه ما نشدش برشا وقت في القضية وهكاك يضيع عليا النهار وانا كاين في القضية. خاطر حياتنا ما هياش كلها قضية وروتينات، بل بالعكس الواحد لازم يكون شاطر ويقسم وقته ويخلي لكل ذي مقام مقال. وهكا بضحكة ولعبة وكملت الحمد لله يا ربي على نعمة الصحة. كملت التنظيمات الكل وتهنيت، ويا محلاها لحظات ويا محلاها سعادة بصراحة. تنسى كل الجهد اللي جهدتيه بعد هالرزلتة المزيانة هذه، وشكون ما تفرحش بالنتيجة حتى ولو كانت بسيطة. ولمسة الأخيرة مسحة باهية للبلاكار من برا، وهكا نكون كملت الروتين متاعي والتنظيفات والتنظيمات والحمد لله يا ربي. وتوا وقيت هكا لازم في كل عشوية ولا في كل نهار نحضر هكا حويجة بنينة ومزيانة ونعمل عليها الكيف. ومن أكثر الحاجات اللي نحبها إني نحضر حويجة حلوة بكل حب ومن يدياتي الملاح. ما هياش فخرة وإلا حب نفس، بل بالعكس نحب نودكم بالحاجات البنينة اللي نحضرها هيك. علاش باش نشارككم هالرسيت هذه البنينة والسهلة سهلة على الأخ. جربوا وما تندموش. باش نعمل معاكم كعبات كوكيز سهلة ووصفة اقتصادية وتنجموا تضاعفوا الكمية. عملت عظمة وعملت عليهم مغرفتين سكر، تنجموا تعوضوا السكر بمغرفتين عسل إذا موجود عندكم، هكاك تولي لكم صحية 100%. نركضوهم بالباهي ونزيدوا عليهم ساشي سكر وفاني، ونزيدوا عليهم مغرفتين زبدة حيوانية بحرارة الغرفة. يا حبذا تكون حيوانية، ما عندكمش اعملوا المارجرين. نخلطوهم بالفوي بالباهي لين نولي عنا مزيج متجانس. ومن بعد نزيدوا عليهم 100 غرام شوفان مرحي. نخلطوا 100 غرام شوفان بالباهي، ومن بعد نزيدوا عليها مغرفة قهوة خميرة نتاع جاتو، واللي تحبوا تنكهوهم باللي موجود عندكم فاكهة وإلا بذور الشيا. بالنسبة لي أنا عملت شوية قلوب القرع وعملت شوية بيبي شوكولا وخلطتهم بالباهي. وباش نبدأ نزيد في 100 غرام الأخرى متاع الشوفان المرحي بشوي بشوية لين نتحصل على تكستير اللي حاجتي باها عجينة تبدأ تكون طرية وفي نفس الوقت متماسكة. نجيبو الطبق متاعنا نحطو عليه بابي كويسون، نحلو الفور متاعنا على 180 درجة من فوق ومن ونجو نشكلو هكا كويرات صغيرين ونحاولوا نبسطوهم بالطريقة هذه. سهلة على الاخر والبنة راهي مضمونة صدقوني، وفي نفس الوقت صحية هيك تنفع حتى اللي عاملين ريجيم. حاولوا تجربوها رسيت. نزينوا من بعد من فوق هيك كعبات بيبي شوكولا ولا إلا بأي حاجة تحبوها، شوية فاكهة مهروشة، انتم أحرار هنا في التزيين. ندخلوهم للفور من فوق ومن اللوطة كما قلت لكم 180 درجة الحرارة تقريبا يطيبوا 10 دقائق ونخرجوهم ياسر بناء.
شوفوا هالزين اللي خرج من الفور، ما شاء الله الريحة تهبل والطعم من غير ما نحكوا. ياسر بنين، ياسر ياسر محلاهم، يهبلوا. جربوا الريسيت وتفكروني. طعمهم غير عادي، كروكون إن ودكم وما نشهيكم، وفي نفس الوقت الريسيت سهلة بعظمة تخرجي أحلى بسكوي لقهوتك العشية. إن شاء الله تجربوها الريسيت وإن شاء الله تعجبكم يا ربي، ومن ودكم كان بالحاجة المزيانة والبنينة. شوفوا هالكعبة باش تنطق بالبنة حاصل. إن شاء الله يكون قسمكم في الجنة. إن شاء الله الفيديو اليوم عجبكم، وهيك نوصل بكم الآخرة. نقولكم بسلامة ودمتم في رعاية الله وحفظه.